السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب، وصحة وسعادة وستر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وصفة النهاردة سهلة وسريعة ومش مستاهلة خالص، أكلة كده أكيد كلنا بنحبها. النهاردة إن شاء الله هنعمل كفتة رز، وهنعمل شوية رز حباية وحباية. معانا هنا بصلتين نزلنا بيهم اهو في الحلة، مفرومين في الكبة ناعم. وهنبتدي نعمل الصلصة. الكفتة يا جماعة انا باخد 3 كوبايات رز على كيلو لحمة مفرومة. 3 كوبايات رز على كيلو لحمة مفرومة. انا طبعا بعملها عند الراجل، يعني اللحمة بجيبها من التلاجة من عندي وبعملها بنعمها عند الراجل، لان الكبة بصراحة ما بتطلعهاش احسن حاجة بصراحة. يعني بكون غاسلة الرز 3 كوبايات رز على كيلو لحمة. 3 كوبايات رز اللي هو الشوب العادي ده اللي مش كبير قوي. 3 كوبايات رز على كيلو لحمة، تمام. بجيب ربطة كزبرة وربطة شبت، اللي حابب يحط بقدونس يحط، اللي مش حابب خلاص. وبجيب فلفل اسود وكزبرة وملح وكمون وبهارات لحمة. دي طريقتي في الكفتة. وبصلاية طبعا، وحوالي 20 فص توم كبار. الكفتة بتحب بصراحة التوم شوية عن البصلية تبقى صغيرة. وبطحنهم بقى، لو كبتك حلوة تتقبل وتطلع لك كفتة حلوة مفيش مشكلة. بس انا بصراحة بعملها عند الراجل بتاع اللحمة المفرومة، وبتبقى زي العسل زي ما انتوا شايفين كده. عملنا العجينة بتاعتها بتاعت الكفتة اهي، وهنصبعها معاكم بس بعد ما نخلص التسبيكة. انا بسبك البصلة، عايزه اقول لكم دول بصلتين كبار بس هما الكاميرا مش مبينه وبيتبلوا. وبحمر البصله قوي ليه بقى؟ لان البصله لما تتحمر التسبيكه تطلع حمرا وتطلع مسبكه كويس. لكن البصل لما تبقى نص سوا، ما الحاجات الصلصه مش تبقى احسن حاجه يعني، هتبقى كانك عاملاها ني في ني. فانا هو ده اللي بعمله. حمرت اهو البصله زي ما انتوا شايفين، وهنزل بعد كده بالطماطم دي، بس لازم البصل احمرها كويس زي ما قلت لكم. وهنحاول بقدر الامكان ما نكترش سمنه ولا زيت ولا الكلام ده كله علشان صحتنا. الكفته دي كل واحد طبعا هنعملها صوابع. احلى حاجه بصراحه وانا بعمل الكفته كده ان انا ايه ان انا باخد منها انا والولاد بنقعد ناكلها محمره، بنحبها قوي قوي محمره. الكفته دي من الاكلات اللي بصراحه الحلوه قوي برضو في الشتاء. عايزه تاكليها محمره مفيش مشكله، تعمليها سندوتشات للولاد بتبقى حلوه قوي. عايزه تاكليها بالصلصه زي ما انا عاملاها حلو برضو مفيش مشكله. كلها نعمه ربنا والحمد لله. وهنا نزلت بالطماطم زي ما انتم شايفين، وهحط شويه فلفل اسود. عندك بهارات لحمه حطي، انا مش بحبش بصراحه طعم البهارات في الطبيخ بتاعي. البهارات دي بحبها في الفراخ في اللحمه. بحط ملح وشويه فلفل اسود ومرقه. ده اللي انا بحب احطه كده في الاكل بتاعي، في الطبخه بتاعتي. لان اهم حاجه يا جماعه النظافه والنفس. اهم حاجه في الاكل النظافه بصراحه والنفس. وهنا كنت زي ما انتم شايفين، كنت عملت الكفته، كنت صبعتها بالشكل ده بطريقه صباع كده متوسط، لا هو كبير ولا هو صغير. وبالهنا والشفا على قلوبكم. صبعنا الكفته زي ما انتم شايفين كده زي العسل معانا. وهنا التسبيكه كانت خلاص اتعملت، نزلت بالمرقه. المرقه بصراحه دي بحب احطها في اغلبيه وصفاتي للاكل. وهننزل بنص. بصوا هقول لكم على حاجه، في الاول هنحمر الكفته دي في الطاسه بتاعتنا المعتاده
ما هتتريقوش على الطاسه يا جماعه، عشان دي بص ده عشرة عمر. هننزل اهو بالكفته، محمرها كويس تحميره حلوه، مش هنحمرها جامد. وفي الحله التانية هنحط معلقتين سمنه بلدي عشان نعمل الرز. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. صلوا على النبي يا جماعه، صلوا على النبي كتير في الموتات. ما بشوفش بصراحه تعليق حد بيصلي على النبي، مش عارفه ليه انتوا ما بتتفرجوش على فيديو الاخر تقريبا ولا ايه. شكرا لاي حد بيشجعني وبيدعمني، وما تنسونيش في اللايك، وما تنسونيش في الاشتراك في القناه. صلوا على النبي زي ما قلت لكم، كومنت كده صلوا على عشان يقدر يتفرجوا عشان يصير محمود رسول الله. انا ما بحمرش الكفته قوي. ليه بقى ما بحمرهاش قوي؟ علشان خاطر ما تغمقش في الصلصه. يعني التحميره دي كويسه، لو احنا هناكلها عادي ممكن نحمرها ونقرمشها شويه، فاحنا هناكلها محمره. انما انا شايفه كده ان هي كويسه. كل سنه وانتم طيبين، ان شاء الله داخلين على رمضان ان شاء الله، وهنعمل برضو الاكلات الحلوه دي معانا. واهم حاجه في رمضان ذكر ربنا والصلاه والعباده، واللي مش ملتزم يا جماعه بالصلاه يلتزم. اهم حاجه الصلاه في وقتها. وربنا يا رب يرحمنا يا رب، ويطلعنا من الدنيا دي على خير يا رب يا رب، ويحسن ختامنا جميعا، لان الدنيا دي بصراحة بقت وحشة، وكل شوية بنسمع عن مصايب وعن حاجات بتحصل، وربنا يعافينا يا رب منها يا رب على خير يا رب، اللهم امين يا رب. يعافينا من الدنيا دي يا رب يا رب، ونروح لربنا كده واحنا قلوبنا طاهرة ونضيفة، وما نتأثرش باللي بيحصل حوالينا. الفتن يا جماعة كترت بطريقة وحشة. الفتن كترت والقتل كتر والمشاكل كترت، والواحد بصراحة كل يوم بيصحى على مصيبة شكل. بس الحمد لله احنا قلوبنا لسه طاهرة ونضيفة والحمد لله. عشان كده الواحد بيتأثر لما بيسمع حاجة زي كده. وهنا هننزل بنص الكفتة مش محمرة نية. ليه بقى؟ لان انا عندي ناس بتحبها محمرة وناس ما بتحبهاش محمرة، وبتبقى عايزة اقول لكم طعمها جميل جدا. ما بنقلبهاش، بننزل بالكفتة نصها ني زي ما انتوا شايفين. عايزين تحطها كلها كده من غير ما تحمروها، مستعجلين مش حابين تحمروها، والله بتبقى طعمها زي العسل. اهم حاجة لما تحطوها تبقى الصلصة كويسة ومتغطية، وتبقى يا جماعة ما تتقلبش عشان ما تتعجنش، ما ينفعش تتقلب. اول ما تحطيها حطيها وسيبيها وغطيها. اهو زي ما انتوا شايفين كده حبايبي، نزلنا بالكفتة، وكل ما ننزل بالكفتة نحاول نخليها يعني نسويها جنب بعض كده. صلى على النبي جماعة، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد يا رب، وبارك في الاولين وفي الاخرين وفي الملأ الاعلى ليوم الدين. عايزه اقول لكم ان كان طعمها والله العظيم تحفه، كان طعمها جميل. وهنا الرز كده هنعمله حبايه وحبايه. حطينا معلقتين سمنه بلدي، وبعدين نزلنا غسلنا الرز ونزلنا بيه. انا ولادي بصراحه بيحبوا الرز جنب كفته، رغم ان هي فيها رز بس هما بيحبوا الرز يعني. وهنعمل طبق سلطه حلو جنب الاكله دي، وبالهنا والشفا. ويا رب يا رب يا رب يبارك لنا يا رب يا رب، ويبارك لكم يا رب في صحتكم يا رب، اللهم امين.
وهنا نزلنا بباقي الرز بعد ما اتحمر. وكده الكفتة خلاص كده. هننزل بباقي الكفتة دي بعد كده، بعد ما هنتأكد ان التانية خلاص يعني طفينا اهو. الرز ده هنحطله، هنبقى غاليين مية سخنة في الكاتل بتاعنا، او نغليها على النار عادي لو ما عندوش كاتل. وهننزل باهم حاجة مكعبين مرقة، اللي عنده شوربة يحط، ما عندوش خلاص. زي ما قلت لكم يعني الجودة بالموجودة، والحمد لله على نعم ربنا، والحمد لله على النعمة، على الصحة والستر، الحمد لله رب العالمين. هنا زي ما انتوا شايفين هننزل بعد كده بقى بالكفتة المحمرة اللي معانا. هناخد منها كام واحدة كده ناكلهم كده مع بعض عشان الولاد بيحبوها محمرة بصراحة. وبعد كده هننزل بقى تاخد بقى شوية بقى على النار. التانية كانت استوت وخلاص. هننزل بكوباية مية عشان الكفتة اصلا الصلصة بتاعتها بتدخن من الرز اللي فيها، فهننزل بكوباية مية. وطبعا مش هنكتر التوابل، انا محبش التوابل كتير بصراحة في الطبيخ بالذات. التوابل دي للفراخ للحمة بتبقى احسن. اهو كده يا حبايبي نزلنا بالكفتة بتاعتنا وخلصنا. والرز كمان كان خلاص يعني يا دوب هنشربه، بس زي ما قلت لكم ميه مغليه عشان يطلع حبايه وحبايه ومكعبين مرقه. بالهنا والشفا على قلوبكم يا رب جميعا يا رب. ما تنسونيش في اللايك، واللي مش مشترك في القناه يا جماعه يشترك في القناه. شايفين الكفته شكلها جميل ازاي، والصلصه بتاعتها حمرا علشان التوم مظبوط، والرز كمان كان خلص، وعملنا طبق السلطه الحلو ده. وبالهنا والشفا على قلوبكم. وجربوا الطريقه دي في الكفته، جامده 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 بصراحه. شايفين الصلصه مظبوطه. بالهنا والشفا، اشوفكم يا رب على خير. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه اللي مش مشترك. وده كان اكلنا البسيط النهارده، الحمد لله.